ألف مبروك لأشقائنا في المغرب الشقيق. الأداء المشرف اللي أداه منتخب المغرب ما شاء الله تبارك الله. ايه ده موجوع البارح نتفرج في المغرب هذيك موجوع. ألف مبروك على الأداء البطولي اللي هم قدموه من أول مباراة حتى اليوم. أداء راقي، كانوا نموذج مشرف الحقيقة للعرب. المغرب كان منافس قوي، ما كانش ابدا يعني خصم سهل او ضعيف. حاله التشجيع والهتاف اللي كانت موجوده في المدرجات المغربيه، الناس كلها، كل الجمهور المغربي وقف وحيا فرقته. اكيد كل العرب النهارده ممتنين لهذا الاداء المحترم والراقي لمنتخب المغرب. انجاز كبير حقه بعد ما كنا منبهرين بوصول نصف نهائي مونديال قطر. اليوم انجاز جديد. اول حاجه البارح نتفرج موجوع داخليا، وانت خدمت برشا في الشباب. لا باش نقول لك علاش. موجوع البارح نتفرج في المغرب هذيك موجوع، فرحان لفريق عربي وشقيق يوصل للمستوى هذاك، لكن داخلاني ما نعزش. علاش تقول لي ما نعزش؟ خاطر انا كنت موجود في الجونيور اللي لعبنا ضد اللاعبين هذاكم، هما تحسنوا في عام ونص ونحن وخرنا في نصرنا وخرجنا من الدور الاول في كاس افريقيا. وقتها في الليناف هذيك المغرب هذيك تونس عطاتها 3 وعطات 4 لمصر و4 للجزائر. في الدوزيام ليناف في الجزائر ربحناهم الكل. وشوف هما فين وصلوا وشوف نحن فين وصلنا. علاش ما نكونوش كيما المغرب؟ معناها قاعدين ظهر لي مشاريع كبيره قاعدين نعملوا فيها في الرياض. منتخب المغرب يكتب التاريخ في كاس العالم اليوفا. يعني ايه ده؟ مش بس شباب ولا منتخب اول نقول جيب الصدفه كده معاه كاس العالم لا، ما عشان كده قلت لك ده سيستم. المغرب نظام ده بيرجع تاني لنجاح على مستوى كل الاعمار السنيه. من المسؤول عن هذا النظام استاذ عاطف؟ هل فوزي لقجع رئيس الاتحاد؟ انا دايما بحب طبعا وجود فوزي لقجع على راس الاتحاد المغربي، اكيد بيديله باور جامد جدا 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 وبيديله نوع من النجاح، لكن في الاخر انا بحب دايما منظومه العمل تكون منظومه ناجحه لانه ده في الاخر ده عمل جماعي. نموذج عربي يحتذى به الحقيقه. المنتخب المغربي اقل من 20 عام. هاي نبدا بك حسام، فرجت البارح المباراه كيفاش؟ الحقيقه نموذج محترم جدا. متعه الحقيقه، متعه كرويه. وقت تفرج على المنتخب المغربي البارح صراحة تتمتع، تشوف معناها الكاليتي. أنا خاصة أهم شيء الكاليتي، يعني معناها تشوف الكاليتي هذوكم تعرف شنو المستقبل نتاع المنتخب المغربي. ويلزم هالمثال هذا المغربي نقراوه احنا في الإدارة الفنية والناس قاعدين يلزم يجبدوا يشوفوا لي دوني شنو كانوا يتعلموا علينا. اي مش نتعلموا عليهم، ما فماش مشكل. احنا اليوم كي وقت اللي هما يعملوا انجازات كيما هكا في السينيور وفي الايفان وكذا، ما فهمش علاش الاداره الفنيه فيها اون سيلول اللي تتبع المنتخبات هذه كو سوا تشوف شنو وين لا ديفيرونس، وين الفرق وين، ونحاولوا احنا نخدموا عليهم ديزاتيليك هكا. هما في عام ونص شوفوا فين وصلوا بالخدمه ونحن فين وصلنا، خاطر ما عندنا لا برامج ولا عندنا شيء. اللي يجي يفسد القديم ويمشي في الجديد. قائد الفريق اسمه ماما، هو معمة هو ماما صراحة ولا كاليتي ولا معناها نيفو. عامين التالي في مواجهة المنتخب التونسي ربحناهم كليناهم كرة. نفس الفريق راهو ماهوش جابوا ملاعبيه جدد للكوب دي موند، لا راهو الاستراتيجيه نتاعهم قديمه، عندهم 3-4 سنين المنتخب المغربي حضر في هذا المنتخب. نفس المنتخب هذا عامين التالي منتخب التونسي كليناهم كره وربحناهم بسكور. ومش جديد هذايا، حتى قبل من قبل اللي كنا ديما في لي سيليكسيون دي جون كنا قبل تلعب حتى مع الكيبات عالميين ايطاليا واسبانيا وتلعب معهم كيبات كبار وديما تلقى قلبه بقلبه ونربحوهم ويربحونا. اما وقت اللي تعمل القفزه بوست فورماسيون من 17 وتمشي لل 20 يظهر التفوق نتاعهم. اليوم راهو المنتخب المغربي راهو ما عادش راهو نحكيو على مفاجاه. راهو اليو دي 7 شامبيون دافريك هما هذم فيناليست كوب دافريك، هذم فيناليست واليو دي 7 شامبيون دافريك ليكيب سينيور وصلت والليكيب فيمينين يظهر لي هذا كوب دافريك. المنتخب المحلي معناها شوف ناس تخدم على استراتيجيه صحيحه. فما شكون يقول لك لا هذا منتخب الكل يلعب في اوروبا، سي با فري. عندهم 11 من المغرب، 11 من الافكتيف، 6 اساسيين من المنتخب، 5 يلعبوا في اكاديميه محمد السادس، 3 يلعبوا في الفار في تويركا معناه في الفورماسيون ماروكان بور. راهو باش تطلع راهو جيل كيما هكا كان ما عندكش بنيه تحتيه باش توفرها للاعبين هذوما باش يقع التكوين نتاعهم،
ما تنجمش توصل للنتائج هذوما. علاش ما دخلت لهمش؟ شوف انت تفرج، مش احنا بركه، شوف مصر، شوف الجزائر، ما ثم النتائج هذوما. الوحيدين اللي قاعدين يخدموا منذ سنوات، ومش معناتها سنوات برشا، تقريبا الحكايه عندها 10 سنين هكاك تقريبا، عملوا مشروع للرياضه بلوتو لكره القدم المغربيه، لكره القدم. خاطر تو شوف انت تو في الهوند، في الفولي، في الباسكيت، ما فماش المغرب حاجه كبيره. عملوا استراتيجيه باش يكونوا اجيال واجيال واجيال واجيال. كاس العالم اقل من 20 سنه، وتالق المنتخب المغربي بمدرب وطني مغربي محمد وهبي، وبلاعبين فيهم طبعا المغرب تعرف فيهم عده لاعبين ينشطوا خارج المغرب، لكن كذلك لفت انتباهي هو وجود 4 لاعبين من اكاديميه محمد السادس. ملا المروك قول ملا المغرب ايفان اللي ربحت معناها من العمالقه نتاع تكوين الشبان في العالم، راهو ماهيش بالصدفه، راهو هذا خدمه ونتيجه للبروجي نتاع المركز محمد السادس اللي سنتر عالمي. ملا الحقيقه ملا جنون يا خويا الصغار هذوك في الكوره نتاع اليوفا، فيهم برشا يوصلوا، فيهم برشا ملاعبيه. قبل كانوا يجيبوا دي جينيراسيون تربيوا غادي كبتا، ولاو يصدروا غادي ويرجعوا لهم ملاعبيه في نيفو معين، وكما كنت تحكي على ليزاكاديمي في اللي جون على مستوى التكتيكي من احسن ما فما في الشمال الافريقي. الجون نتاعو يلعبوا في ريال مدريد وفي برشلونه ويلعبوا في البي اس جي ويلعبوا في اعتى الفرق العالميه عادي باش نيفو يطلع، وعادي باش يوصلوا لادوار متقدمه. وفما الحقيقه سياسه نتاع كره قدم في المغرب متطوره ومتطوره جدا، الاكاديميات متطورين، الاستقطاب اللاعبين، هذا هو انجاز الفرق العربيه واللي عندهم ما يقولوا في رواحهم، سيرتو المغرب اللي عنده عديد اللاعبين الممتازين. تبني درجه لين نوصلوا للشيء اللي تحكيوا عليه انتم. وانا ما نحبش ندخل على غالب في مقارنات غيرة على البلاد هذيا، خاطر واحد يغير على بلاد المقارنات لا معاك في على الاخر الموضوع. ليه من ساعات تغيظني روحي، نقول انا شنو ناقصني انا كبلاد، وعندي كل شيء باش ننجم نقدم، ونكون انا سباق، وكنت سباق في وقت من الايامات، في وقت من الاوقات. اليوم نقارنوا احنا قاعدين نقارنوا في رواحنا. هما خويا يقول لك احنا قررنا باش نمشيو، عندهم خطه وعندهم اوبجيكتيف في اللعب غاديكا. ان شاء الله يا خويا احنا زاده مسؤولين عنا في الكوره، راهو حتى الافكار والتخطيط ما لازمناش نحقروه، ولازمنا نعطيوه جانب هام، والانفستيسمون بعد راهو باش يعطيك نتيجه عاجله. ألف مبروك لجميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن بهذا الانجاز التاريخي الكبير اللي حققوا هاد الوليدات اقل من 20 سنه. المنتخب المغربي هاد الوليدات هادو دخلوا علينا واحد الفرحه وواحد البهجه في هاد الايام، وكذلك كملوا داك الشيء اللي بداوه وليد الركراكي اللي كان كملوا السكيتي سابقا باللي جاب لنا ميداليه في الاولمبياد. والان هاد البراعم هادو، هاد الوليدات، هاد الشباب كيبدعوا في الاراضي التشيليه وكيجيبوا العز والنصر، وكيأكدوا على ان المغرب يمشي بخطوات ثابته نحو السيطره على كره القدم العالميه. هذا هو المنطق الرياضي، هذا الشيء كيقول المنطق. المنتخب المغربي كيعيش واحد الصحوه كرويه كبيره جدا على جميع الفئات. الان هاد الوليدات هادو الاداء اللي قدموه بالتغلب ديالهم على اعدد واكبر المدارس العالميه، البرازيل، اسبانيا، وقس على ذلك هنالك مجهودات جباره تبذل. وما نساوش كما قلت في الفيديو السابق، يجب عدم تضييع هؤلاء الشباب كما وقع في 2005. ديك الساعه ما كانتش منهجيه، وكنظن ان في هذه السنه هذه وبالضبط بالنسبه لهؤلاء الشباب لن يتم تضييعهم، وغادي نشوفهم في كاس العالم ان شاء الله الرحمن الرحيم 2030. ولما لا نشوفوا بعض العناصر في 2026 غادي يكونوا هما النواه الاساسيه في المسابقات والتظاهرات المقبله. ما تنسوش دائما تدعمونا بالاعجاب والاشتراك باش دائما نستمروا في تقديم جديد. غادي نواكب معكم جميع التظاهرات العالميه والقاريه بما فيها كاس العرب اللي بقات ايام قليله باش تبدا بقياده طارق السكيتي واللي كنتمنى لهم كل التوفيق، وكذلك كاس افريقيا الامم المنتخب الاول بقياده وليد الركراكي. ان شاء الله كله في الموعد. دائما الاعجاب والاشتراك، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.